اللغط ده عنوانه منشطات جرايد بتطلع تقول انه الفريق السيسي يعني بيحسم امره، هيعلن ترشحه او عدم ترشحه، وهو دلوقتي يعني في غرفة مغلقة بياخد قرار. والمواقع دي لما تتصدر صدر صفحات حزبية لها تاريخ ومهمة يبقى عندنا مشكلة. ولو بصينا مع بعض دلوقتي على العنوان مثلا اللي صدر على صدر صحيفة الوفد يبقى في حاجة تستحق ان احنا نقف عندها. الحقيقة العنوان اللي هيطلع قدام حضراتكم دلوقتي من حزب الوفد قال إعفاء السيسي من منصبه خلال أيام. وإعفاء السيسي وجريدة الوفد كلام يستحق ان احنا ننتبه ليه على الأقل. طيب لو سيبنا جريدة الوفد وحاولنا نفتكر مع بعض النيوزويك الأمريكية لما قالت ان السيسي هيحلف قسم يمين رئيس الجمهورية لجمهورية مصر العربية في إبريل القادم. ده ايه ده كمان؟ النيوزويك حاطة قدام عينيها المسألة دي. طيب تعالوا نبص على التايم، جريدة التايم أو مجلة التايم، أنا أسفة. مجلة التايم قالت إيه؟ قالت إن السيسي هيكون رئيس مصر القادم. يعني الراجل حسم أمره، يعني ده الوفد متأخرة عن الغرب. الحقيقة إنه النوع ده من الحديث الغريب العجيب اللي طول الوقت مجهل المصدر خلانا كفريق عمل لصباح أون نقف شوية ونتساءل، هل المسألة لها علاقة فعلا برغبة الشعب المصري اللي كان عامل إعلان يوم الجمعة في جريدة الأهرام، إعلان مهم وكبير وطويل وعريض بيقول للسيسي فيه اترشح رئيس للجمهورية، لا يوجد لدينا اختيار إلا أنت؟ هل المسألة تتعلق برغبة الشعب اللي بيضغط، ولا المسألة بتتعلق بقوة وحركات بتتحرك على الأرض هي تريد وليس الشعب يريد؟ طيب لو كانوا الاتنين دول مش مهم ان واحنا بنحاول نقرأ الحاجات بمنهج علمي ان احنا نفتكر شوية مين هي المؤسسة العسكرية علشان نشوف هل من صلاحياتها ان هي تبقى مجهلة المصدر؟ هل هي متعودة على النوع ده من الأداء ان هي ترملنا معلومات مبتورة؟ هل ده جزء من أدائها؟ خلونا أقول لحضراتكم إن القوات المسلحة مش ممكن تنقل أخبارها عن مصدر أو مصدر رفيع أو غيره مصدر مجهل، لأن الحقيقة بما إن إحنا بنقول إنها مؤسسة عسكرية فده معناه إن عندها نظام للعمل، وهذا النظام لا يقبل النوع ده من التعاطي مع الجمهور. تيجوا نفتكر الحاجات على سبيل المثال. لما الفريق السيسي قرر انه يقول للشعب المصري ما كان يعرفه هو ومؤسسته، المؤسسة المصرية مؤسسة القوات المسلحة، ولم نكن نحن نعلم الإرهاب. كلمنا بشكل مباشر لأن الشفافية فيما يصح من إعلان المعلومة هي جزء من أداء المؤسسة العسكرية المصرية. وأي مؤسسة فكر مؤسسي يعني بيخضع من قواعد لرأس الهرم، ومن رأس الهرم إلى القواعد في المرجعية لمعرفة التفاصيل الكتير. في الحالة دي طلب مننا إيه؟ بشكل مباشر وبشكل صريح، والراجل ما كانش عنده مواربة، قال أنا عايز تفويض للإرهاب المحتمل أو العنف. ولأن كان هو عنده تقاريره اللي بتقول إن في إرهاب محتمل وإن في عنف قادم، لا قال لنا الإرهاب وسكت ولا قال لنا العنف وسكت، قال المحتمل، لأنه في المستقبل يعني في علم الغيب يعني عند ربنا. تفتكروا مؤسسة بهذا الأداء بطريقة المنهج ده في التفكير ممكن تسيب المسائل تمشي بمصادر مجهلة؟ تفتكروا ده مقبول؟ طيب لو حطينا عنوان الوفد وعنوان التايمز البريطانية وعنوان النيوزويك الأمريكية ورحنا شوية علشان نشوف المواقع الإخبارية الكتيرة اللي اتكلمت على إن خلاص المصادر العسكرية رفيعة المستوى التي رفضت أن تفصح عن اسمها بتقول إن الفريق السيسي قاعد بيفكر يعلن نفسه ويحسم أمره في إنه هو المرشح القادم لرئاسة جمهورية مصر العربية. المسألة دي تخليني أقول، هل أنتوا كنتم مصدقين بعض القنوات الفضائية اللي أشاعت، وده أداء غريب جدا، أشاعت إشاعة من باب الترويج لبضاعتها الجديدة بأن هي رايحة تشتغل على نفس الفكرة؟ المسائل دي كلها تخلينا لأي حد بيحاول يفهم المسألة بشكل علمي يهدى شوية.
يهدى شوية، يعني يحاول يربط الأشياء، يستحضر الصور المختلفة ويحطها قدام عينيه على ترابيزة على خط مستقيم علشان يقدر يشوف الحاجات جنب بعضها. طيب الراجل ده والمؤسسة العسكرية مش متعودة على النوع ده من الأداءات اللي فيها مواربة. هل مقبول إنها تكلمنا وتبعت لنا حتت وترملنا حتت تختبرها في الواقع؟ ولما هتبعت لنا حتت وترملنا حتت هتيجي كده؟ طب هو الغرب شاغل نفسه بينا قوي كده ليه؟ الغرب مش مشغول ليه بالمشاكل الكتيرة اللي مالية الدنيا ومالية العالم؟ ليه مركز معانا وكأن العالم يقف وينتهي عند أطراف جمهورية مصر العربية، وقاعد يفكر مين الرئيس القادم وهل هو السيسي ولا مش السيسي؟ ده مش مدي نفسه فرصة انه يكون شخص آخر، ده هو السيسي. ايه بقى ده؟ ده كده صور احنا بنحطها قدام عينينا. ليه قدام عينينا؟ علشان احنا مش هنقدر نفهم إلا لو قدرنا نوسع مساحة المشاهدة، العدسة لازم نوسع الرؤية شوية علشان نقدر نفهم منها ايه اللي بيحصل. لأن ما هيش مصادفة أبدا إن النوع ده من الأداءات داخل في العد التنازلي ذهابا ليوم 14 الاستفتاء على الدستور، لأن في خلفية المشهد في شخصيات طلعت من الصندوق القديم، شخصيات عجوزة خلصت من الزمن، خلصت بحلوها ومرها. هذه الشخصيات بتعقد مؤتمرات وتقول إن من حقها تحشد للدستور بنعم. ده بيلاقي هوس عند مين؟ عند البسطاء اللي مستنيين حد يفكر بالنيابة عنهم. عايز أسأل سؤال، هل انتوا يا شعب مصر جاهزين ان شخصية بقامة فتحي سرور ما له وما عليه لما يعمل مؤتمر ما نلاقيش قدامه ولا يعني ميكروفون إلا ميكروفون واحد؟ هل ده ملوش معنى؟ هل لما يعمل المشهد ده قدام حضراتكم وتشوفوه على المواقع الإخبارية المختلفة، هل ده يخليكم تقولوا عودة الدولة القديمة لمصلحة مين؟ طب هو ده مش بيفكرني بأداءات شخصيات أخرى زي أداء الفريق عنان بما له وما عليه؟ واحنا بنحط الصور جنب بعضها علشان السؤال الطبيعي يساعدنا للوصول للإجابات الطبيعية. إيه هو السؤال الطبيعي؟ هل هذه الشخصيات عليها محاذير قانونية لا تسمح لها بأن هي تعبر عن نفسها؟ لا، يبقى من حقها. طيب السؤال الثاني، هل هذه الشخصيات أصبحت مقبولة لدى عموم المصريين وتلقى لنفسها رواج؟ لا، قولا واحدا. ليه؟ لأن الإنسان المصري بعقل ويجذب ويخطئ من يعتقد أو يتصور أنه هو القادر على تغييب عقول المصريين، كما لو كنا احنا الشعب الغلبان اللي هم مصرين يصورونا احنا شعب الكيس بتاع السكر والزيت وكيس الرز. عيب، عيب يا شعب مصر، انت أجمل وأهم وأكبر من كده. طيب الناس دي بتعمل كده ليه؟ علشان تقول ان هي موجودة في المشهد. مش كل ما واحد هيطلع من الصندوق القديم ومعاه فلوس ويقف ويعمل مؤتمر انا مطلوب مني ان انا اجري وراه واتكلم عليه. ده عيب قوي بجد، ده عيب قوي، لان ده معناه ان انا ما عنديش الثقة الكافية في هذا الشعب العظيم. انا بقى وفريق عملي وصباح اللي اشتغلنا من قبل 30/6 مع هذا الشعب ثقتي فيه غير محدودة، وثقتي في قدرته على تحديد أولوياته ومن هي الشخصيات التي تستطيع أن تنفذ هذه الأولويات منتهية. لو رجعت ليه الأداءات دي شغالة دلوقتي؟ هرجع أفكركم، أنا ربطتها بيوم 14 والعد التنازلي بتاعه. طيب الكلام عن إن السيسي دخل الأوضة وقفل على نفسه وبيفكر وهيحسم قراره، الكلام ده يستحق مننا إن احنا نقف عنده؟ ليه؟ لخصوصية الرجل، لأن ده راجل مش من الصندوق القديم، ولأن ده راجل المصريين بيحبوه، ولأن ده راجل الحكاية بتقول إن هو الوحيد اللي موجود في المشهد فهم تفاصيل كتيرة قوي ولا يتحدث كثيرا ولكنه يفعل أكثر. ولما أقول لا يتحدث كثيرا ويفعل أكثر أنا أعنيها. وعلشان كده خلونا نجاوب على كل الشعب المصري، انتوا حاسين بقيمتكم ولا لأ؟ بريطانيا وانجلترا وفرنسا وما خفي كان أعظم من دول الجوار وغيرها عينيها عليكم ومستنية خطوتكم بتاع بكرة، ما بتفكرش في امبارح، ما بتفكرش في التنظيم الإرهاب، بتفكر في اللي جاي. ليه؟ لأن انتوا الأخطر، انتوا من تغيرون معادلة التاريخ الآن. هل أنتم قادرون؟ هل أنتم
أنتم جاهزون أنكم تحطوا اسم مصر واسم الفترة دي من اسم مصر اسم منور برغم كل الصعوبات اللي احنا بنعيشها، ولا هنرجع للتاريخ ونخطئ ونترك المنطقة لسايكس بيكو جديدة تتقطع وتتقسم؟ طيب ليه الراجل ده تحت الميكروسكوب؟ ده صلى، ده حلف، ده اتكلم، ده ما اتكلمش، ده قال، ده على صوته، ده ما علاش صوته. ليه ده كله؟ ليه؟ عارفين ليه؟ لأنهم مصرين يحطوا لكم السؤال الغلط. وأنا قبل كده نبهت وقلت أرجوكم، أحب على راسكم وأحب على جبين كل أبناء الشعب المصري، إيه أهمية من الرئيس القادم وإحنا ما خلصناش دستورنا أصلا؟ السؤال في التوقيت الخطأ، وبالتالي يبقى النية ورا السؤال نية غير شريفة وغير مخلصة، لأن السؤال الصح بيجي في التوقيت الصح، ولأن السؤال ده في التوقيت الغلط فمن الطبيعي إن إحنا نحاول نفكر مين اللي بيرمي السؤال ده وعايز يعمل إيه في الشعب المصري، وهل اللي بيرمي السؤال ده هو كان صاحب الميكروفون اللي كان قدام فتحي سرور، ولا قريبه، ولا واحد من الوشوش التابعة ليه؟ المسألة لازم تتشاف كده مع بعضها، ما ينفعش نقطعها حتت كده. الأخطر يا شعب مصر يا عظيم يا جميل يا اللي أنا واثقة فيك ثقة مطلقة، إن في الوقت اللي هؤلاء بيتساءلوا من رئيس مصر القادم، والبعض مننا في الداخل داخل في اللعبة وبيسخن، الرجل يعمل بالفعل كقائد مسؤول، سايب الكل عمال يتكلم، كلنا بنتكلم، من الذي يعمل؟ هو، من غير بقى ما حد يتهمنا بالتحيز ولا أي حاجة. أنا عايزة أعرف هو فين بقاله شهر؟ حد فيكم يقدر يطلع يجاوبنا؟ أنا عايزة أعرف هو فين بقاله شهر؟ ما بين الشرق والغرب والجنوب؟ هل بيزور ويسلم ويشرب قهوة ويرجع؟ ولا في ملابسه وبيتفقد جيشه وبيعلي كفاءته وبيتأكد من ان القطع الحربية بتاعته تحت ايد ورجلين رجالته وان جيشه جاهز لمهامه الحقيقية؟ هو فين بقاله شهر؟ كل الغوغاء اللي احنا بنعيشه، كل اللوكلوك والكلام علشان ياخدونا بعيد عن هدفنا.